أكثر من هيك قهر ما في. أكثر من هيك قهر ما في. يعني أسباب الحريق يعني في مليون سبب لها، يعني كل الاحتمالات واردة. الخسارة ما فيك تحدى هلق، بس أنا بتوقع مئات الملايين ما بتكفي، مئات الملايين ما بتكفي. البقرة اليوم حقها 5 مليون، البقرة حقها 5 مليون، الغنم حقها نص مليون، غير الشجر صار له 20 30 سنة عم يربوا فيه وعم يعملوه. هي قديش خسارة الشجرة الوحدة، قديش واحد دافع عليها. فما فينك تحصي هلق الخسائر، بس مئات الملايين الخسائر، مئات الملايين. أكثر من هيك قهر ما في. أكثر من هيك قهر ما في. انت رزقك عم يروح قدامك ما في. هون وظائف ما في. يعني انت اعتمادك على ارضك، على بقرتك، تعيش من خلف الطعمي ابنك ومرتك واولادك وتعيشوا. راحوا سر الحيوان راحوا. طيب الجهات المعنية طعمينا، كيف بدك تطعمينا؟ كيف؟ يعني أسباب الحريق يعني في مليون سبب لها، يعني كل الاحتمالات واردة. ونحن علينا إنه نقاوم هالحرائق هي ونحد منها ونحد من أضرارها. خسائر يعني خسائر للبلد كثير، يعني إنه هي مناطق يعني في تلوث بيئة بصير بعد منها. يعني هي كانت عم بتنظف البيئة، هذه المناطق الانحراجية الكبيرة اللي هي عم بتصفي الجو وبتعطي الأكسجين. يعني هذا الأثر بده يعني ينعكس علينا مستقبلا. يعني هذا الحرائق كثير لها آثار سلبية مستقبلية. الحرارة الزايدة عمال تلعب دور كبير، وخاصة بالأحراش أو بالأعشاب. يعني إذا في بلورة موجودة ممكن تركيز الضوء عليها، ضوء الشمس يعني الحاد، ممكن يسبب حريق. عدم المبالاة، يعني إذا واحد بيكون ماشي بسيارة بزت سيجارة، عقب سيجارة أو شيء، عدم مبالاة المواطنين كمان بتسبب حرائق ما بكون عارفين الأحسن.